فلاشة الالعاب الجيم ستيك ال 4K اللي بتشتغل على اي شاشه تلفزيون ليها اسرار وليها تفاصيل. لو بتفكر تشتريها او اشتريتها ومحتاج بقى تعرف تفاصيل مش شغاله تنزل العاب ازاي، كل الكلام ده هنتكلم عنه في الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو اعمل لايك سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. مبدئيا كده الفلاشه دي بتيجي معاها 2 دراع وايرلس بيشتغل على اي شاشه. طريقه التشغيل احنا عارفينها واتكلمنا عنها في فيديو قبل كده وهيظهر لك في الايفون، وهي بسيطه جدا. كل اللي عليك هتوصل الفلاشه مباشر في الشاشه وهتوصل الحجاره للدراع. خليني بقى اقول لك على تفاصيل الجهاز واسراره. اولا يا جماعه الجهاز ده ليه اكتر من فيرجن وليه اكتر من اصدار، مش كلهم واحد، انواع كتير. مثلا هتلاقي الشكل ده اللي هو النسخه الشعبيه المعروفه موجوده في السوق، مش بالشكل بس، كمان مفيش اي حاجه بتفرقهم عن بعض. يعني مثلا الكرتونه مختلفه، لا. في كلمه على الكرتونه بتبين لك الاصلي من المضروب، لا. طيب الشكل بيختلف، لا. طب نعمل ايه؟ حيرتنا. فكره ببساطه اللي انا اقوله لك ده ان انت لو بتفكر تشتري من مكان مضمون وتجرب، اهم حاجه قبل ما تدفع اي فلوس. غير كده للاسف يا صديقي هتلبس في حديده ملهاش اي 30 لازمه، لان محدش هيعرف يعمل لها سوفت وير وهتكون مش شغاله معاك. هنشتري هنجرب. طيب خلينا، انت جبت الجهاز خلاص وعايز توصله، وبعد ما وصلت لقيته مش شغال، ايه الخطوات اللي انت هتعملها؟ اول حاجه التطويله دي بتيجي معاها تطويله HDMI اللي انت بتوصل فيها الجهاز كده اهو وتوصل دي في الشاشه، صح كده؟ ما توصلهاش اول مره، وارد تكون بايظه، فاركنها على جنب دلوقتي ووصل مباشر. وصل الجهاز على طول في الشاشه مباشر. خلاص برضو ما اشتغلش او مش عايز يظهر معايا على الشاشه، هنتاكد زي ما احنا شايفين دلوقتي كده ان احنا مختارين قناه ال HDMI 1 أو 2 حسب ما انا موصله في الشاشه، لان في شاشات بتكون فيها اكتر من مدخل HDMI. انت ممكن تكون موصل مثلا في مدخل 2 وجايب على الشاشه مدخل 1، فمش هيبقى ظاهر معاك. اتاكد ان انت موصله مكتوب عليه 1 أو 2، او قلب بين 1 و2 و3، لو عندك 4 حتى قلب بينهم لغايه لما تلاقيه شغال. خلاص. تاني حاجه ممكن تكون بايظه وتخلي الجهاز ما يشتغلش، هي وصله USB. ممكن تكون واصله اصلا بايظه، فهنعرف ازاي؟ هنجرب الوصله على اي تليفون او على اي حاجه ونتاكد انها شغاله. طيب انا ممكن وانا ماسكه كده من غير ما اوصله في الشاشه اعرف ان هو شغال ولا لا. اول حاجه هوصل الوصله، خلي بالك عشان هي اندرويد، والاندرويد رخم، لو انت وصلته عكس هيتكسر ومش هتعرف تصلحه، او هتبقى صعب، او هتواجه صعوبه ان انت توديها الفني ويلحمها لك، يغير لك مكان او اسمه سوكت الشحن. هي طريقه توصيلها الكلام بيبقى مع الكلام، زي ما انت شايف كده، الكلام اللي على الوصله بيبقى مع الكلام اللي على الجهاز، عكس كده هتتكسر. طيب هنيجي مثلا معانا باور بانك، وده اهم حاجه. هتروح جاي موصل الباور بانك كده اهو، تاكد ان الباور بانك مشحون، هتلاقي الجهاز بينور معاك. لازم ينور لمبتين زي ما انت شايف الفتحتين دول، لازم ينور الاثنين معاك. لو ما نورش الاثنين يبقى الجهاز ده شغال باور ومش شغال سوفت وير، السوفت وير بتاعه داون او واقع او مش شغال، فابعد عنه على طول او رجعه لو في امكانيه ان انت ترجعه. طيب لو ما نورش خالص زي ما قلت لك، يا الوصله بايظه، غيرت الوصله وبرده ما بينورش، يبقى خلاص كده الجهاز ده بايظ. خلاص كده عرفنا. بالنسبه بقى في ناس كتير بتسال على حته النور، في اجهزه بتنور احمر، في اجهزه بتنور ازرق، في اجهزه بتنور اصفر. المهم عندي ان هو يبقى منور في الاثنين، في المكانين بتوع النور، واحد باور وواحد سوفت. الفرق بينهم زي ما قلت لك، الاجهزه في اكتر من 25 موديل من الجهاز، بيفرق في الرامات، بيفرق في البروسيسور، بيفرق في سرعه الجهاز خالص. انت ممكن تجيب الجهاز ده على فكره من اول 600 و700 جنيه وتوصل معاك الجهاز ده ل 1600 و1700 جنيه. الفرق في الجهاز نفسه وفي سرعته وفي السوفت وير وخدمه ما بعد البيع بس. فحته الانوار دي مش هتفرق، المهم ان احنا بنتكلم في المجمل عامه. انهي لون هو الجهاز الكويس؟ لا مفيش الكلام ده. تاني حاجه يا صديقي عايز اقول لك عليها، كارت الميموري. في ناس كتير بتتكلم على كارت الميموري. كارت الميموري اللي بيبقى في الجهاز من هنا ده، نصيحتي ليك اوعى تخرجه من الجهاز. في ناس بتبقى فاكره انا اطلع الكارت اوصله على الكمبيوتر او اللابتوب، احط اللعبه اللي انا عايز اعمل لها داونلود من على النت وهيشتغل. الموضوع مش بالبساطه دي، والا ما كانش في تجار كتير قوي لابسين في الجهاز. لا الموضوع مش بالسهوله دي خالص. السوفت وير بينزل على الكارت وكمان على الجهاز ليه كذا طريقه وليه كذا برنامج، يعني مش برنامج واحد، لا ده كذا حاجه، فالموضوع صعب. عايز تنزل العاب زي ما قلت لك، تشتري من مكان موثوق فيه، يكون عنده خدمه ما بعد البيع ينزل لك الالعاب. تاني حاجه مهمه جدا برضو، ودي حاجه معلومه ليك، الجهاز في اختلاف من جوه زي ما وريتكم من شويه. كمان الكارت، في ناس بتحط كارت 16، كارت 32، وفي ناس 64. يعني برضو كمان الغش اللي موجود في السوق ممكن يبقى مكتوب عليه 64 ويقرا معاك مساحه قليله، يقرا 16، يقرا
32. اللي عايزك تعرفه اللي بيخلي فيه فرق في السعر هو كمان الكارت غير الجهاز نفسه. الكارت غالي، والكارت كمان لو جاب لك كارت شعبي يعني موجود في السوق رخيص هيبقى بطيء وهيشغل الالعاب بطيئه، مع ان الجهاز كمان بطيء، فانت هتاخد تجربه سيئه جدا. الكارت في حاجه اسمها كلاس او سرعه نقل او سرعه تشغيل. الكارت لازم تجيب حاجه عاليه، في ناس بتسترخص في الكروت او بتجيب الكارت اللي جاي معاه من الصين. في موقع اوكازيون بيغيروا الكارت وبيحطوا كارت من عندهم هم، كارت محترم جدا، كارت عالي مش كارت 32 زي اللي موجود في السوق، في 64 وكمان في كروت 128. ده الاعلى اوبشن موجود في الجهاز، بيبقى عليه العاب اكتر طبعا. فكده احنا عرفنا ان الكارت والجهاز بيفرقوا معانا في التشغيل. اهم سؤال بقى بنتساله بخصوص الدراعات. بص بقى، في دراعات تيجي تشغلها تقعد تنور معاك كده زي ما انت شايف، في بقى بتنور احمر كده، ده الدراع الثاني اللي هو بلاير نمبر 2، وهنا بينور اخضر بعد كده بيطفي، ده الدراع الماستر. طيب هل الانوار دي ثابته؟ لا، في اجهزه الدراعات بتنور ازرق واحمر، في اجهزه الدراعات بتنور ازرق واخضر. ايا كان الاثنين ثابتين معانا في اللون الاحمر. الاحمر ده هو الدراع الثاني. طب هيفرق معايا في ايه؟ هل مش هينفع استخدمه على الشاشه الرئيسيه دي؟ لا عادي، بص تستخدمه عادي، ده الدراع الاحمر اهو تمام. الدراع الاخضر تقدر تستخدمه، ولكن عشان تبقى عارف يعني ممكن تخش على لعبه فيها 2 بيلعبوا فانت مش عارف مين رقم 1 ومين رقم 2، وده السر. مش فاكر رقم كام انتوا بتعدوا معايا، انا عمال اقول لكم في اسرار ما حدش اتكلم عنها في اي مكان، وانت لسه لغايه دلوقتي ما عملتش سبسكرايب للقناه واشتركت وفعلت الجرس وكمان كتبت لنا تعليق. اللايك بيفرق معانا جدا وبيرفع الفيديو وبيساعده في الانتشار. الانتنه بتاعه الدراعات دي لو ضاعت الدراعات دي ملهاش لازمه. طيب هل الدراعات دي لو باظت ارميها ولا تتصلح؟ في ناس بتصلحها، اهم حاجه ان انت تكون محافظ على الانتنه. طيب ينفع اجيب دراعات ثانيه غير الدراعات دي؟ والله لو في دراعات معاها انتنه هتشتغل معاك عادي، طالما هتوصل الانتنه هنا اللي هي القطعه دي، دراع الكمبيوتر، اي دراعات ايا كان بيكون معاها ديت اللي هي بتوصل على الكمبيوتر مثلا، والدراعين معاها دي عادي هتوصل هتشتغل معاك عادي. ما لقيتش او صعبه زي ما قلت لك، لو انت اشتريت من مكان موثوق فيه زي مثلا موقع اوكازيون.com بيبيعوا الدراعات دي مع الانتنه دي، لان الانتنه دي ما بتتباعش لوحدها زي ما قلت لك، لان كل انتنه خاصه بدراعات، فبيطلعوا الاثنين مع بعض. وبيبيعوا كمان الفلاش ويعملوا كمان سوفت وير، بس كل الكلام ده حصري للناس اللي بتشتري من عندهم. يعني انت لو شاري من بره ورحت تقول لهم انا عايز اي حاجه من الحاجات دي، هيقول لك مع الاسف مش هينفع، لان الخدمه دي بنميز بيها عملائنا، ودي حاجه انا شايفها كويسه جدا، لان انت هتشتري وانت ضامن فلوسك. خلصنا جزئيه التفاصيل الخاصه بالهاردوير وطريقه التشغيل وكل المعلومات وكل الاسرار انا قلتها لك دي. تعال ننتقل بقى لجزئيه الالعاب. طب يا سيدي زي ما قلت لك في الفيديو ان انت الكارت الميموري والجهاز والكلام ده بيفرق معاك في السرعه. دي نسخه انا جايبها عاديه من السوق، مش نسخه اوكازيون. نسخه اوكازيون زي ما انت شايف كده بيبقى عليها اللوجو بتاع اوكازيون والعاب خاصه والكلام ده كله. انا النسخه دي اللي عليها ما يجيبش حوالي 5-6000 لعبه من العاب الاتاري والعاب البلاي ستيشن. النقطه اللي بتفرق كمان العاب البلاي ستيشن ده فرق كبير قوي بينه وبين اي جهاز موجود في السوق. نسخه اوكازيون اللي انت شايفها قدامك دي بيبقى فيها حوالي 80 لعبه بلاي ستيشن 8 صفح. تعالى بقى هنا اشوف النسخه اللي معانا النهارده اللي هي النسخه العاديه اللي موجوده في السوق، فيها 3 صفح بس من العاب البلاي ستيشن. كل صفحه بيكون فيها 10 العاب، يعني فيها 30 لعبه. كمان الصفحه الثالثه مش كامله، يعني الصفحه الثالثه فيها 5 العاب. الجهاز ده فيه 25 لعبه بس من العاب البلاي ستيشن، ودي حاجه ممله جدا. يعني تخيل لما تشتري من اوكازيون معاك 80 لعبه من العاب البلاي ستيشن، وضيف عليهم كمان ان انت عايز تضيف اي لعبه في اي وقت، مفيش اي مشكله، بيضيفوا لك الالعاب، كل العاب بلاي ستيشن 1 والعاب البيس بي والعاب الجيم بوي والعاب الاتاري، كل الالعاب اللي بتخطر في بالك القديمه بتنزل على الجهاز، هم اللي بس اللي بينزلوها. وفكرك تاني، اوعى توصل الكارت على الكمبيوتر، هيتفرمط ومش هتلاقي حد يعمل لك سوفت وير الا لو انت شاري من اوكازيون. بس في الحاله دي هم يعملوا لك بس يعني هيبقوا عارفين ان انت عملت كده، هيبقى شكلك وحش. احنا بنتنقل بين القوائم اللي فوق دي بالزرارين دول، التريجرات اللي فوق دي ليفت ورايت كده. دي قوائم الالعاب عادي جدا. احنا بندخل على اي حاجه من دي بزرار الايه اللي هو اللي تحت، تمام. وانت بتشتري الجهاز تجرب العاب البلاي ستيشن دي اتقل حاجه، هي اللي هتعرفك الجهاز ده تمام ولا اي كلام. واتقل لعبه واللي مش هتلاقيها اصلا على الاجهزه اللي موجوده في السوق اللي تتباع ب 700 و800 والكلام ده كله، لعبه كراش عربيات. نادرا ما هتلاقيها، ولو لقيتها هتلاقيها بتهنج جدا معاك. وانا دلوقتي هوريك الفرق بين لعبه كراش عربيات جهاز وعلى نسخه اوكازيون. بص زي ما قلت لك هي مش موجوده هنا، ففي جهاز تاني هوريه لك دلوقتي. شغال اهو، اسمع الصوت لما يبدا وشوف اللعبه يبقى عامل ازاي زي ما هو على الطبيعه. سامع الصوت؟ الصوت انا بتكلم اهو، والله الصوت بيقطع، الجهاز مش مستعمل يشغل. بص 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 ظاهر معاك كده. انا قاصد ان انا اتكلم عشان ما حدش يقول لي انت مبطئ او مسرع الفيديو. بص جهاز بطيء جدا.
كل ده لسه ده جهاز بطيء والله. انا من غير اي قطع ولا اي حاجه، الجهاز اهو قدامكم. انا هجرب لك ده وهجرب لك الجهاز بتاعنا احنا بقى. اكيد سامع الصوت وهو بيقطع لما اللعبه تبدا. بص الصوت ممكن ما يفرقش معاك الصوت، اهم حاجه اللعبه. ممكن يكون الصوت بيقطع بس اللعبه سريعه. خلينا نشوف الجهاز اهو. وانا خلي بالك انا مسافه نص متر بيني وبين الشاشه، يعني مش بعيد كمان. يا مسهل يا رب. سامعين الصوت؟ ايه السرعه دي؟ ايه السرعه والجمال ده؟ بص الجهاز. جاهز انا معاكم اهو، والصوت شغال والشاشه اهي، مفيش اي تقطيع، مفيش اي حاجه. فرق كبير بينه وبين الجهاز اللي احنا كنا لسه مجربينه. بص شايف الفرق؟ انا بتكلم مع الجهاز اهو عشان تبقى سامع وشايف وما تقولش ان انا مسرع الفيديو. الجهاز اهو شغال زي الفل وسريع، ودي مش اول مره نجربه على الطبيعه اهو. مفيش اي لاج، سرعه الجهاز جميله جدا، مفيش اي تقطيع حتى في الصوت. وزي ما انتم شايفين كده النسخه بتاعت اوكازيون باسمهم، ودي العاب البلاي ستيشن 8 صفحات. دي الصفحه الثانيه كراش عربيات تيكن. بص كذا كراش كمان، كلها كراشات يعني مختلفه. كل دي العاب. بص التقطيع. الجهاز قطع معايا، وطول ما انت شغال كده. ودي لعبه يابانيه، دي لعبه خفيفه مش تقيله قوي زي لعبه كراش، بس برضه بتهنج معايا. طيب انا جوه اللعبه اخرج ازاي؟ ده السؤال اللي اتسالته كتير. شايف زرار مود اللي هنا ده او سيلكت وستارت مع بعض، اللي يعجبك فيهم. الاسهل مود. هضغط كده، شايف طلع لي المين منيو، قائمه الرئيسيه. هنا ريزيوم، اكمل لعب، اعيد اللعبه من اول وجديد، احفظ المرحله اللي انا وصلت لها، اجيب مرحله عشان العبها. كنترول بقى اللي هو اتحكم في الدراع، يعني اشوف الدراع رقم 1 ده، اتحكم بقى في الزراير دي تعمل ايه وده يعمل ايه. وهنا خروج من اللعبه، اخر واحده وادوس على حرف الايه، خرج جابني على القائمه الرئيسيه. يبقى بالشكل ده انا عرفت ازاي اخرج من اللعبه. طيب حبيت اقفل الجهاز، اعمل ايه؟ بص يا سيدي، قفل الجهاز ده ليه قصه لوحده. انا شخصيا ما انصحش ان انت تفصل الجهاز، تشيله من الشاشه، سيبه عادي جدا، وانقل من الريموت. هات قناه الريسيفر مثلا، عامل عندك 2 HDMI مثلا، واحد انت وصلت فيها الاتاري، 2 بيكون فيها الريسيفر بتاعك او الدش يعني. هتجيب 2 على طول وسيب الجهاز شغال، مش هيجرى له اي حاجه. انا مش من مجموعه ان انا افضل افصل الجهاز واعمله، لان لو انت شاري من السوق الجهاز التعبان ده او الشكل ده، ان السوفت وير بتاعه بيقع بسرعه من كتر ما انت بتفصل USB وتشغله، او من كتر ما انت بتفصل الجهاز وتشغله. طب اعمل ايه؟ اسيبه شغال؟ عادي سيبه شغال. اطفي الشاشه نفسها لو انت عايز تطفي خالص يعني، لكن ما تقطعش الكهرباء عن الشاشه. اولا هتضر شاشتك، وكمان هتقطع كهرباء عنه بسرعه. انت هتطفي الشاشه الاول من الريموت، بعد كده تشيل الفيشه عادي جدا. ده لو انت شاري من بره، لكن من اوكازيون عادي حبيت تفصل، بس برضه ما انصحش. حتى لو السوفت وير بتاع اوكازيون قوي ما انصحش برضه بيها، لان ممكن السوفت يقع، وهم هيعملوا لك كده بس يعني ما انصحش بالقصه دي. طيب النسخه اللي موجوده في السوق التعبانه دي بتخرج ازاي؟ زي ما قلت لك انا بتنقل بالتريجرات اللي فوق دي، وهاجي عند حاجه اسمها كولكت. المفروض انها تكون ظاهره هنا شات داون، يعني تقفل الجهاز، بس دي ما بتفصلش كهرباء عن الجهاز، هي بتطفي الجهاز بس صوره، لكن كهربته شغاله. لو تيجي تبص ورا على الجهاز تلاقي ان هو منور معاك عادي كهرباء، فبرضه ديت مش بتقفل الجهاز ومش حلوه. طب ايه اللي مخليها مش ظاهره هنا؟ قلت لك ان في نسخ كتير في السوق، دي نسخه رديئه جدا، فيها حاجات متشاله. فانت لو كده هتلاقي عندك مكتوب شات داون او ريسيت او ريسيت فاكتوري، يعني عادة ضبط مصنع هتطير كل الالعاب. اوعى تعمل القصه دي، الموضوع مش بالسهوله اللي انت فاكرها ان انت تقدر تنزل العاب على الجهاز. فانت كده هتعمل ايه؟ ولا اي حاجه. هقفل الزرار بتاع الاون والاوف اللي في الدراع، اقفل عشان احافظ على الحجاره. وطبعا لو معايا حجاره كويسه هتقعد معايا كتير قوي، وانا شايف موضوع الحجاره ده احسن بكتير من موضوع الشحن. موضوع الشحن السوكت زي ما انا قلت لك وانت بتوصل الجهاز، السوكت ممكن يتكسر منك وتدور على حد يصلحه، وقصه الناس اللي معاها بلاي ستيشن عارفه الموضوع ده. اصلا فكره الجهاز ان هو يبقى ورا الشاشه ويبعد الاولاد عن الجهاز اللي هو الاتاري بتاع زمان ده، والسلوك تبقى قصيره ويوقع الشاشه ودراعات بسلك والكلام ده. هو جايب لك كل العاب الاتاري والعاب البلاي ستيشن بمنتهى البساطه بدراعين وايرلس، والجهاز حته فلاشه صغيره متوصله في الشاشه
وخلاص انسى الموضوع ده. لو نقطة مهمة جدا، في ناس بتوصل الفلاشة في الشاشة عادي وتقول لي انا ما عنديش مدخل USB، اعمل ايه في الشاشة؟ وصله في الريسيفر. ما عندك هتجيب باور بانك وتوصله عليه. بس يا جماعة معقولة في شاشات ما فيهاش USB؟ ماشي، الريسيفر ما فيهوش USB؟ لا فيه. طيب الحلول دي انتهت. هتشوف راس شاحن مكتوب عليها 5 فولت 1 امبير، لكن راس الشاحن بتاعت الموبايل العادية اللي عند كل الناس دي اياك تستخدمها، الجهاز هيفرقع منك او هتحرق الايسات اللي موجوده في الجهاز. حتى لو اشتغل معاك يوم او 2 بعد كده مش هينطق معاك تاني. راس الشاحن دي تحذير، ابعد عنها خالص في توصيلها على الجهاز ده او اي اصلا منتج الكتروني. يا جماعه دي معموله للموبايل، دي اسمها بلاجة شاحن للموبايل، راس شاحن للموبايل بس، مش لاي حاجه تانية. الباورات البنك اللي هي بتنفع تشحن السماعات والايربود والساعات والفلاشات بتاعت الجيم بوي والكلام ده كله، الباورات اللي زي كده ورخيصه جدا، موجوده على موقع اوكازيون.com. لو الفيديو افادك اعمل لايك وشير للفيديو واكتب كومنت عشان غيرك يستفيد، ما تخليش الفيديو ده يقف عندك.